السلام عليكم. النهاردة هنعمل مع بعض أحلى صينية فراخ بالبصل المكرمل. هتاخدي منها كده أحلى طعم وأطيب صوص. بس أتمنى لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وتعملي اشتراك في القناة. أنا معايا الفراخ بتاعتي وغسلتها كويس جدا وحطيتها كده في محلول النقع حوالي ساعتين. ومحلول النقع كان عبارة عن معلقة كبيرة من الملح، معلقة صغيرة من السكر، واتنين معلقة كبيرة من الخل، وعصير ليمونة. وممكن نحط كمان شرايح برتقان لو موجود عندك. والمحلول ده بيطري لحم الفراخ جدا. وهقولك على حاجة كمان بتطري لحم الفراخ ولحم الصدور بالأخص، وهي إن احنا نبيتها ليلة كاملة في الفريزر. والطريقتين أيا كان محلول النقع أو إن أنا أبيتها ليلة كاملة في الفريزر، دول أنا بعتمدهم مع أي فراخ أنا بعملها. دلوقتي أنا معايا المكونات بتاعتي، وهي 3 حبات من البصل متقطعين بالشكل اللي انتوا شايفينه معايا ده. ومعايا كمان 2 حبة من الفلفل الأخضر، وحبة من الفلفل الأحمر، وكمان نص حبة من الفلفل الحامي. والفلفل الحامي طبعا اختياري، ممكن نستبدله بفلفل بارد. ومعايا البهارات بتاعتي، وهي عبارة عن نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، نص معلقة صغيرة من الكمون، نص معلقة صغيرة من الكزبرة الحب اللي هي لسه مطحنتش، ومعايا معلقة صغيرة من البابريكا اللي هي بودرة الفلفل الأحمر الحلو، ومعايا كمان معلقة صغيرة من السبع بهارات، ومعايا مكعب مرق الدجاج، ومعايا 3 فصوص حبهان أو الهيل، ومعايا ورق اللورا أو ورق الغار، ومعايا معلقتين من السكر الأبيض، ومعلقة كبيرة من دبس الرمان. دبس الرمان بيبقى جميل جدا في التتبيلات وبيليق جدا مع الفراخ. ولو ما عندناش دبس الرمان ممكن نحط معلقة من العسل الأسود. ودلوقتي معايا كده في صينية معايا على النار أو في طاسة، هنزل كده بمعلقة كبيرة من السمنة أو من الزبدة زي ما تحبي. هسيب كده لما السمنة تسخن كده معايا، وطبعا النار معايا عالية. أول ما السمنة تسخن هبدأ إن أنا أهدي النار وأضيف 2 معلقة كده من السكر، وبالسباتولا كده هبدأ إن أنا أقلب فيهم. أنا عايزة السكر بتاعي يدوب وما ياخدش أي لون، فأعمله على نار هادية. بالسباتولا كده هبدأ إن أنا أقلبه كويس لغاية ما السكر يدوب. ولو عملت السكر بتاعي على نار عالية ممكن السكر بتاعي يتحرق وياخد لون غامق. أنا عايزاه ياخد اللون اللي انتوا شايفينه معايا دلوقتي السكر بتاعي داب. هنزل بكمية البصل بتاعتي وهنزل بالكمية كلها. هقلب كده البصل مع السمنة والسكر. هنلاحظ كده ان انا لما حطيت البصل السكر بتاعي كده مسك مع بعضه، وده علشان درجة حرارة الصينية انخفضت شوية. بس لما البصل يسخن كده معايا السكر هيبدأ يفك كده، وهلاحظ ان شاء الله وانا بشتغل ان السكر بدأ ان هو يرجع تاني زي ما كان. هقلب كده تقليبتين كده البصل مع السمنة ومع السكر، وهبدأ ان انا اضيف المكون التاني وهو الفلفل. هنزل بالفلفل بتاعي، الفلفل الاخضر والاحمر والفلفل الحامي، وهقلبهم كده كويس مع البصل والسمنة والسكر. وطبعا الكمية الفلفل مش كتير، ده بيطعملي الفراخ جدا، وما نحاولش ان احنا نقلل في كمية الفلفل لانها بتفرق جدا في الوصفة. وهقلب كده الخضار بتاعي لغاية ما يدبل على نار عالية. انا مش ههدي النار عشان الخضار ما يجيبش السوائل بتاعته. دلوقتي هنزل كده بالبهارات، هنزل بالبهارات كلها وهفضل اقلب برضو كده بالسباتولا. ما شاء الله هنا عندي الريحة جميلة جدا. دلوقتي انا هقلب فيه كويس جدا لغاية ما الخضار اللي معايا كده يدبل زي ما انتوا شايفين كده معايا. وطبعا مكعب مرق الدجاج هيفك معايا طبعا من حرارة
الخضار، او ممكن برضو ان احنا نفركه ما بين ايدينا، بس كده او كده هي نتيجة واحدة. دلوقتي كده معايا هنزل باخر اضافة، وهي معلقة كبيرة من دبس الرمان. هحط معلقة كبيرة، هتفرق جدا معايا في الوصفة. ولو مش موجود عندك دبس الرمان، ممكن تحطي معلقة من العسل الاسود، بس لو دبس الرمان بيكون افضل. دلوقتي كده هدي اخر تقليبة كده للخضار على النار، وهبدأ كده ان انا اطفي عنه، واسيب الخضار بتاعي كده يبرد عشان ابدأ ان انا اتبل بيه الفراخ. دلوقتي الفراخ بتاعتي حطيتها في الصينية اللي انا هسويها فيها، هنزل عليها كده بالخضار او التتبيلة اللي انا عملتها كده على النار. دلوقتي ما شاء الله ريحتها جميلة جدا. هبدأ كده ان انا اتبل الفراخ زي ما انتوا شايفينها معايا. هفردها كده على سطح الفراخ، وابدأ ان انا ادعك الفراخ من بره ومن جوه عشان لحم الفراخ كده ياخد معايا كده من التتبيلة. وهحشيها كمان كده من تحت الجلد بشوية كده من التتبيلة، واعمل كده الكمية كلها بنفس الطريقة زي ما انتوا شايفين كده معايا. هدعكها كده من بره ومن جوه، وهحشيها كده تحت الجلد. وما نحاولش ان احنا نكتر حشو كتير جدا علشان الجلدة كده ما تتقطعش معايا، ويبقى شكلها في التحمير مش حلو. نحشيها كده كمية مناسبة زي ما انتوا شايفين كده معايا. دلوقتي انا خلصت الكمية كده بتاعتي كلها. هبدأ ان انا ارصها كده في الصينية، واسيبها تتبل معايا حوالي ساعة. وكل ما نسيبها اكتر كل ما يبقى طعمها جميل جدا. دلوقتي ما شاء الله كده معايا انا جهزتها وقعدتها كده معايا ساعة. دلوقتي هبدأ ان انا اغلفها. هحط لها الاول ورقة زبدة وورقة فويل، وهقفل عليها كده كويس جدا عشان البخار ما يطلعش برا. وهحطها كده على النار من فوق نار البوتاجاز. بس انا ضفت لها الاول نص كوباية من المية. ضفت لها كده نص كوباية من المية، وحطيتها كده قفلتها وحطيتها على البوتاجاز لمدة ربع ساعة. وبعد ربع ساعة شلت الغطا من عليها، ودهنتها كده معايا بمعلقة من الكاتشب ومعلقة من السمنة. لو ما عندكيش كاتشب ممكن نحط معلقة من الصلصة وشوية من الخل وشوية من السكر على معلقة سمنة. كده هندهن الفراخ كده كلها، وهدخلها فرن حامي مسبقا على نار من تحت ومن فوق. الفراخ تكمل سوا وتاخد اللون الجميل كده معايا. شايفين معايا كده قد ايه الفراخ مستوية ولونها جميل، ولا الصوص اللي تحتها. انا قدمتها النهاردة مع مكرونة. اتمنى لو الوصفة عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك وتعملوا اشتراك في القناة، واكتبوا كده رأيكم في التعليقات. وفي نهاية الفيديو استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.